يتقدم الآن آمر الاستعراض العسكري لطلب الإذن ببدء فعاليات الاستعراض. أرفض القطعات المستعرضة. استعد. أذن لآمر الاستعراض ببدء فعاليات الاستعراض العسكري الخاص لتأسيس جيشنا العراقي الباسل. وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الكرنفال الوطني العسكري الكبير، والذي يعبر عنه استعراض لجيشنا العراقي الباسل، وبمشاركة تشكيلات من القوات الأمنية والعسكرية الأخرى. الكلية العسكرية مصنع الأبطال تستعرض بكردوسها الآن للمرور من أمام السادة المهنئين الأكارم. هذه المؤسسة التعليمية التدريبية التي تأسست في العام 21 هي مصنع الأبطال والفخر لها، كلية مرموقة العنوان. أهلا ببواسل القوات البرية، صناديد الصحراء وأسود البر، لا يعرفون بردا ولا حر، ولا تغمض لهم في ليل البطولة عيون، ولا ترف لهم في سوح الوغى جفون، رافعون دوما بيارق الحق والانتصار. شباب القوة الجوية يستعرضون الآن حبهم ووفاءهم في هذا الاستعراض العسكري البهيج. هذه القوة التي تأسست في شهر نيسان من العام 36 لتصل اليوم بصقورها النشامة إلى أن تكون مضربا لأمثال البطولة والإرادة الصلبة. تحية لصقور الجو الأبطال. أهلا برجال الشرطة الاتحادية الأبطال، رجال المواقف الصعبة والمهمات الخاصة، الذين أثبتوا أنهم أهل للنخوة والغيرة العراقية، فكانوا ولا زالوا سيوفا تحصد رؤوس الإرهاب العفنة وتفرض الأمن والقانون أينما حط رجالها رحالهم البطولية. وها هم أبطال قوات الحدود، مصابيح العراق الكاشفة عن خفافيش الظلام التي تحاول التسلل لإيذاء شعبه ونهب خيراته بالتهريب والتخريب. قوات مميزة نهضت بواجباتها ومهامها. تحية لرجال قوات الحدود. وتقترب الآن كراديس هيئة الحشد الشعبي، أبناء العراق وفرسان المرجعية، الواهبون الشهداء تلو الشهداء، قادة وأمراء ومواكب عرسان زفت إلى جنان الخلد بأرواح شبابية. تحية إجلال وإكبار لشهداء الحشد الأبرار. وها هم رجال قيادة الفرقة الخاصة لرئاسة الوزراء يمرون الآن من أمام منصة التحية، رجال متميزون بالخلق والتدريب والواجبات القتالية، فكان لهم شرف المساهمة في صنع الانتصارات المتلاحقة في معارك النصر والتحرير وتوفير الأمن للمنطقة الرئاسية ومحيطها. تحية لأبطال الفرقة الخاصة. شمسنا بغداد فخرا نورها، نورها الأمجاد في ليل المحن. الآن كراديس الهرولة للمرور من أمام منصة التحية. سينطلق أولا بالهرولة كردوس جهاز مكافحة الإرهاب.
فداء، مجد، شعار تردده حناجر أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، أبطال العمليات الخاصة، أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، أبطال الميامين وشباب أباة مخلصين كانت لهم بصمة عراقية بطولية واضحة على صفحات معارك النصر والتحرير. دعاهم الوطن الغالي فما بخلوا وأبخل الناس من يدعى ولم يجب. ألف تحية لرجال مكافحة الإرهاب الأبطال. وها هم أبطال الصاعقة في قيادة فرقة الرد السريع، هذه الفرقة البطلة التي تعد اليد الضاربة لوزارة الداخلية، والتي حققت العديد من النجاحات الأمنية في القبض على رؤوس الإرهاب والممولين لهم. تحية لأبطال فرقة الرد السريع. وتتقدم الآن كراديس القوات الخاصة في جيشنا العراقي الباسل لأداء التحية العسكرية وأظهار عزيمتهم المخزونة في بواطن أرواحهم النقية الشجاعة الصاعقة، إحدى التدريبات العنيفة للقوات الخاصة والتي تعتبر حجر الأساس لرجالها. ويتقدم الآن الرتل الآلي المشارك في استعراض عيد الجيش الأغر. هذه الطائرة تؤدي الآن التحية. الاستعراض الآلي هذه أولا عجلة آمر الاستعراض، وخلفه تشكيل المدرع تمثله دبابات برامز M1 A1 تمر الآن من أمام منصة التحية. هذه الدبابة الحديثة وهي أمريكية الصنع ذات مزايا عالية من القدرة التعبوية والمناورة والإسناد وسرعة الرمي والسيطرة على النار. وهذه الطائرات سيزنا كرفان مسلحة. هذه الطائرات ساهمت بدك أوكار داعش في معارك النصر والتحرير. هذه الدبابة القتالية الرئيسية تمتلك خواصا تعبوية وأسلحة قوية وحماية مدرعة وقدرة عالية على المناورة، فضلا عن احتوائها على معدات رصد عالية الدقة. يعتلي صهوتها مقاتلون بواسل أبطال يديرون دفة نيرانها بكل دقة وتركيز ويحرزون النجاح يوما بعد يوم. تحية فخر وامتنان إلى فرسان الدروع الغيارة. الآن تشكيل من طائرات القوى الجوية T6 تمر الآن من سماء الاحتفال، وتزين طائرات القوة الجوية سماء الاحتفال. أسراب من الطائرات المقاتلة والساندة لقيادة القوة الجوية العراقية. إنهم صقور الجو الأبطال، صقور لا تهاب الليل، ترسل الموت والويل إلى كل من يحاول المساس بوحدة وأرض عراقنا الحبيب. طائرات كينجير تمر الآن من سماء الاحتفال، وهي طائرة نقل واستطلاع جوي لديها القدرة على الطيران بمختلف الأجواء والاستطلاع الليلي والنهاري. واقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية تشكيل عجلات القتال المدرعة BMP-3، وهي آليات قتال روسية الصنع تمتلك أجهزة ومعدات بصرية ومزودة بمدفع نصف أوتوماتيكي ورشاشات محورية وقنابر دخانية. مرحى لفرسان هذه العجلات المدرعة. التشكيل القادم للمرور من أمام منصة التحية هي عجلات القتال المدرعة BMP-1، وهي عجلات روسية الصنع تحمل مدفعا من عيار 37 ملم ورشاشة باكتا وصاروخ مالوتكا، وتستخدم لحمل المشاة والصولة على الهدف.
تحية لفرسان هذه العجلات القتالية. ويقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية تشكيل ناقلات الأشخاص المدرعة أم 113، وهي ناقلة مدرعة أمريكية الصنع مزودة برشاش من عيار 12.7 ملم. فيما يقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية عجلات تحمل منظومة صواريخ الجورنيت مقاتلة الدروع. هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 5 كيلومترات. تتميز هذه الصواريخ بقدرتها على إصابة أهدافها بدقة متناهية. تحية لأبطال منظومة صواريخ الجورنيت. وأيضا يضم الرتل الآلي لصنف المدفعية مدفع 152 ملم المسحوب، وهو مدفع إسناد عام ويستخدم في رمي الأهداف كمقرات ومراكز المواصلات وقصف وحدات مدفعية العدو ورمي نيران الإزعاج ومشاغلة الدروع والدبابات. ومر الآن تشكيل طائرات طيران الجيش مي 35 من سماء الاحتفال. ويقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية تشكيل مديرية الاستخبارات العسكرية البطلة، منتسبوها أبطال بسلاء قناصون ومقاتلون أشداء، لهم في سوح الوغى ملاحم وعطاء. رجال الاستخبارات العسكرية من كتيبة الاستطلاع العميق. تشكيل للطائرات المقاتلة F-16 مر الآن من سماء الاحتفال. دائما وفي كل مكان هذا هو شعار أبطال الهندسة العسكرية، والتي تأسس صنفها في شهر أيلول من عام 33، والتي سجل مقاتلوها النشامة أروع القصص والملاحم البطولية في سوح الوغى. وهذه عجلاتها الاختصاصية. صنف الطبابة العسكرية الذي نال اهتماما كبيرا في بناء القوة، واليوم تنمو الطبابة بشكل كبير في الميدان لإكمال منظوماتها كخطوط الإخلاء الطبي بواسطة الطائرات، ونفذت واجبات ناجحة بذلك. يقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية الرتل الآلي لجهاز مكافحة الإرهاب. عجلات جهاز مكافحة الإرهاب تستعرض الآن الفخر والزهو والانتصار في عيد الجيش الباسل. ها هم رجال الصولة الأولى، أبطال الميادين ورجال العزيمة والأسرار. لم يدخلوا معركة إلا وكان النصر حليفهم، من جرف النصر إلى الرمادي مرورا بسليمان بيك وآمرلي فالفلوجة، والتي أذاقوا الإرهاب فيها طعم الذل والهوان. إنهم أبطال جهاز مكافحة الإرهاب. يتقدم الآن الرتل الآلي لقيادة قوات الشرطة الاتحادية البطلة ضمن تشكيلات وزارة الداخلية العزيزة، والتي تعكس جانب المهارة والإبداع لمنتسبي الشرطة الاتحادية. تفتخر الشرطة الاتحادية البطلة بمشاركاتها البطولية الفعالة في معارك تحرير جرف النصر. تحية لأبطال الشرطة الاتحادية. تقترب الآن من أمام منصة التحية تشكيلات هيئة الحشد الشعبي. 10 من الأعوام في الذود مضت، ذادت عن الأرض دم الشجعان. 10 من الأعوام والحشد ثبت،
كالطود في السلم وفي الميدان. ها هم فرسانه ومجاهدوه يشاركون في عيد إخوتهم بواسل جيشنا العراقي. ناقلات وعجلات مختلفة تستخدم لواجبات أبطال الحدود، والتي ينفذونها بكل دقة ومهنية وشجاعة وإخلاص. تحية لرجال قوات الحدود الأبطال ولرجال وزارة الداخلية الأحبة.